دي كانت ردة فعل أرنولد على اللي حصل في الكلاسيكو المجنون ده، لكن ردة فعل بلينجهام على تصرف أردا جولر مع لامين يامال وضربه هو اللي مش طبيعي. فخلونا نشوف مع بعض اللي حصل في اللقطة الغريبة دي، وكمان تصرف فينيسيوس جونيور الغريب مع بدري وازاي كان بيستفزه في اللقطة دي، واللقطة اللي أشعلت الخناقة في الكلاسيكو المجنون ده. هنتكلم عن كل تفصيلة فيها، وإيه السبب أصلا في اللي حصل بين لامين يامال وكارفاخال وأشعل الخناقة بعد المباراة. كواليس كتير هنتكلم عليها، لكن في البداية صلي على حبيبك النبي، اعمل لنا اللايك الجميل بتاعك ويلا بينا. مباراة أشبه بالجنون وكلاسيكو ناري. ريال مدريد بيرجع على سكة الانتصارات في الكلاسيكو بعد الهزيمة في 4 مباريات متتالية، لكن الريال بيرجع بشخصية قوية جدا. وبعيدا عن الأهداف واللي حصل في المباراة من فنيات، فاللي حصل من كواليس كان الأغرب والأمتع، وكأن لعيبة الريال في المباراة دي جاية علشان لامين يامال، وكأن كل الغضب انصب على لاعب واحد، لامين يامال صاحب ال18 سنة. كل لاعيبة الريال كانوا ضده في المباراة. اللقطة الأبرز كانت من كارفاخال وفيني جونيور، لكن واحدة من اللقطات اللي مش كتير أخد باله منها هي اللقطة دي. فيران توريس عمل فاول على تشاوميني والحكم حسبه، ولكن قبل صفارة الحكم أردا جولر دخل على رجل لامين يامال بالشكل ده، وكأنه قاصد يشوط رجله ويشيله من على أرض الملعب. والسر في كده هي اللقطة اللي حصلت بين جولر ولامين يامال في الماتش اللي كان بين أسبانيا وتركيا وخلص بسكور لأسبانيا. طبعا كلنا فاكرين اللي عمله لامين مع جولر وازاي استفزوا لحظة لعب الفاول، وجولر خرج من الملعب وهو بيبكي، وطبعا جولر مش ناسي وكان لازم ياخد حقه فخده بالشكل ده. جولر دخل على رجل لامين يامال بشكل قوي جدا، وهنا بلينجهام بقى بيحييه على اللي عمله وكأنه بيقول له تسلم رجلك يا راجل. الكل جاي على لامين اللي مؤخرا بقى محل انتقاد العالم كله. اما فيني جونيور في اللقطة دي بدأ يستفز بدري، اللي بسبب اللي حصل في سيناريو الماتش ده انطرد في اخر اوقات المباراة. فينيسيوس في اللقطة دي راح للحكم وقال له ان بدري ملوش حق انه يتكلم معاك لانه مش القائد، وهنا بدري حاول يمنع فيني ويزقه، فقال له ما تلمسنيش، بطل كلام ايها الباكي، تحدث على ارض الملعب ليس مع الحكم. الماتش المجنون ده كواليسه كانت كتير، لكن الأغرب هي لقطة كارفاخال مع لامين يامال، والسبب في الخناقة هو اللي حصل في المشهد اللي قدامك ده. كارفاخال هنا راح للامين وقال له أنت تتحدث كثيرا، مش يعدي بقى الموضوع والمباراة خلصت وكده، لأ، هو كمان راح للامين واستفزه، وهنا لامين ما قدرش يمسك نفسه بعد كل اللي حصل في المباراة، وكان رايح علشان يتخانق معاه لولا كامافينجا اللي منعه، وكورتوا هنا شافه فاتدخل وراح علشان يتخانق معاه هو كمان، وزي ما شفنا اللي حصل طبعا. ودلوقتي هسيبكم مع اللقطة كاملة وتصرف رافينيا مع فيني في اللقطة دي، وازاي كان راح يتخانق مع ابن بلده علشان لامين يامال.